السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بنا ومرحبا بكم معايا هذا النهار في هذا الفيديو اللي غادي نهضروا فيه على من بعد ما كناخذ واحد الرقم في عضويه ديال شركه دي اكس ان اشنو هي الخطوه المواليه. اول حاجه غادي نديروا واحد نبذه مختصره على شركه دي اكس ان. اولا هي شركه ماليزيه يعني متواجده في السوق العالمي هذه 30 سنه. مؤسسها هو الدكتور داتوليب سيوجين، ماليزي من اصل صيني. الفكره ديالو بناها على واحد الفطر الريشي او الفطر الغانوديرما اللي او الفطر الاحمر. هاد المسميات خلاته انه او هاد الفطر هذا كان هو السبب اللي خلاه يدير بحوث كبيره عليه، لان هاد الفطر عنده قوه خارقه. الا بغينا نقولوا انها فعلا قوه خارقه، لان بالتجارب اللي دارها عبر مده 10 سنوات من 1983 حتى 1993 كان هاد البحوث اللي دارها اكتشف ان هاد الفطر عنده واحد القوه ملي كيدخل لجسم الانسان كيدير واحد تفاعلات او كيرجع الجسم وكيرجع الخليه اللي كانت مريضه كيرجعها كما خلقها الله سبحانه وتعالى. اذا بدا البحوث ديالو وكانت هذه هي الانطلاقه ديالو في 1993. قرر انه يدير منتجات تكون طبيعيه بيو عضويه، دار مزاريع دار مصانع في مختلف الدول في العالم، وهكذا بدات اول خطوه في الانتشار ديال المنتجات ديالو. المنتجات ديالو عباره عن منتجات يعني استهلاكيه. الفكره اللي كان جا بها دكتور ليب سيوجين تيقول لك ان اي انسان او كل واحد موجود في هذه الكره الارضيه عنده واحد المستهلكات يوميه كيقوم بشرائها، يعني معجون اسنان، قهوه، شامبوان، جيل دوش يعني شاور، صابونه، مشروبات، شاي يعني عصائر، مجموعه ديال المنتجات الاستهلاكيه اللي كل في واحد فينا كيشريها. ولكن مع الاسف هذه السنين وحنا كنشريو هذه المنتجات ما عمر شي حد رد لنا ولو درهم واحد خلال هذه السنوات الماضيه. الفكره ديالو كانت قائمه على انه في عوض اللي غادي يعطي هذه المنتجات ديالو للشركات الكبرى ويوقع فيها واحد المجموعه ديال الاحتكار، شنو دار؟ قال انا غادي نعطي المنتجات من المصنع الى المستهلك مباشره، بمعنى ان هذاك الفلوس اللي غادي نخسر في الاعلانات والشركه اللي غادي تكون الكروسيست اللي كتكون كتبيع بالجمله، ومن بعد من الجمله غتمشي لعند الناس اللي غادي يوزعوا التجار الصغار، ومن التجار الصغار عاد غيزيد هو عليك الضريبه ويزيد عليك الكرا ديال المحل ويزيد عليك العمال ويزيد ويزيد ويزيد، بالتالي التكلفه ديال المنتج غتولي غاليه. هو قرر انه المنتج يوصل لك مباشره لعندك ويولي هذا المستهلك اللي هو احنا اعضاء في دي اكس ان، احنا اللي ناخذوا هذا المنتج مباشره ونوليو هذيك العموله اللي هو كان غادي يدفعها او داك الفلوس اللي كانوا غادي يدفعوا على داك المنتجات باش يوصلوا لعندك، ولا كيعطيك منتجات كتوصل حتى لعندك وانت غتاخدي بديك العموله. ديك التسويق اللي كدير لديك المنتجات انت كتاخدي هذيك العموله كتنزل لك في كل شهر. اذا عرفنا التاريخ ديال الشركه، عرفنا مؤسس ديال الشركه، عرفنا شنو هو الهدف من هذا النظام اللي قام به الدكتور ليب سيوجين. هذا النظام كيتسمى هو نظام البيع المباشر او كيتسمى التسويق المتعدد المستويات، بمعنى انك انت كتكوني انت عندك واحد الرقم العضويه، كتاخدي ناس معاك، صحاباتك، جيرانك، عائلتك، كتهضري معاهم على المنتجات. مثلا نعطيكم مثال بسيط، حنا شكون فينا اللي ما كتستعملش مثلا دونتيفريس في دارها؟ معجون الاسنان ما كايناش شي دار او شي منزل يعني غني ولا فقير ما عندوش معجون الاسنان. ما بالك ملي يكون عندك معجون الاسنان صحي ما فيهش الفلورايد، ما كيتسببش مشاكل صحيه، بالعكس عنده اكثر من 50 فائده على صحه الاسنان واللثه واللسان والكل، يعني الناس اللي كتعاني من ديك لي زافت اللي كيكونوا ديك النقط البيضاء اللي كتجي للاطفال او الكبار، يعني مجموعه ديال المواد. لان خصنا نكون عندنا واحد الفكره في دماغنا، ملي كيكون حاجه طبيعيه حنا ربي خلقنا من التراب، وكل حاجه جات من التراب، كل حاجه كانت عضويه طبيعيه، اذا ملي غتدخل الجسم ديالنا سواء من الداخل او من الخارج غادي يكون عندها واحد الفائده. هذا المعجون ديال الاسنان هذا جانوزي مصنوع من الفطر الريشي اللي قلت لك عليه قايمه الشركه. هذا الفطر الريشي كيزيد يعطي فوائد للثه، وبالتالي انت ملي كتجربي واحد المنتج كتمشي عند صاحبتك كتقول لها مثلا، او كتكوني ديزا مثلا في السوق وصبتي واحد بروموسيون كاينه في واحد البوتيك، كتمشي عند صاحبتك
عتقي دغيا جري راه واحد الشنطه دايرين عليها بروموسيون، عرفتي راها رائعه راها زوينه. واش انت هذاك اللي درتي له داك الاعلان اللي درتي لذاك السيد بون المحل واش كيخلصك عليه؟ ابدا. كتعاود تمشي عند جارتك، عرفتي راني مشيت للسوبر ماركت، عرفتي راني صبت واحد شامبوان جربته رائع، عرفتي من ديك الشيء. اذا انا ملي كندير واحد الاشهار عاوتاني لواحد شامبوان، واش هذاك مول شامبوان ولا ديك الشركه ديال شامبوان عمرها خلصاتك؟ ابدا. كذلك كتمشي كتشري مثلا واحد القهوه، كتقول لها عرفتي راه واحد القهوه جربتها عرفتي راه رائعه، ولكن عرفتي راه سيري جربيها من مخيره. واش هاد المنتجات اللي انتينا جربتيها سواء كانت قهوه او معجون اسنان او مثلا شاور مثلا او الزيوت اللي كنحتاجوها مثلا طبيعيه اللي كنحتاجوها يوميا في الاستعمالات اليوميه ديالنا وفي المنزل ديالنا، او زيوت اللي كتصلح من الالام ديال المفاصل مثلا او المشاكل اللي الصحيه اللي كنعانيو منها او البشره او الشعر، واش عمر شي حد رد لك ولو درهم من هاد المنتجات اللي كتستعملها؟ اذا شركه دي اكس ان جات باش كتقول لك كتقدم لك منتجات استهلاكيه يوميه. كذلك عندنا كاين كما قلنا كاين عصائر يعني بحال هذا الليمونزي طبيعي فريش كيدار بالسخون او كتشرب به بارد. كاين كذلك كوكوزي اللي كيصلح للاطفال وغادي نشوفوا مجموعه الفوائد ديالو اللي يعني سبحان الله يعني في التركيز، وهذه بالتجربه الشخصيه مع الحفظ الاطفال خصوصا في الايام ديال الدراسه اللي كنقولوا كنعانيو مع ولادنا في التركيز، كيزيد التركيز. اذا هاد المنتوجات هذه انا كنستعمل كاكاو عندي في الدار، كنستعمل شامبوان، كنستعمل قهوه، كنستعمل زيت دونتيفريس، عصير، شاي، ومجموعه المنتجات يعني ما يكفيش الوقت انني ندرج جميع المنتجات اللي موجوده. هاد المنتجات الشركه شنو هو الهدف ديالها؟ كتقول لك انت كتستعملي شامبوان، واش ملي كتمشي مثلا للسوبر مارشي وكتاخدي واحد شامبوان وكتصيبيه مزيان وكتمشي عند صاحبتك كتعيطي لها عرفتي ديك الشامبوان جربته عرفتي رائع ما بقاش عندي القشره ما بقاش التساقط وقف لي، وما بالك هذاك فيه مواد كيماويه. الان حاليا شامبوان ديال دي اكس ان هذا جيل دوش شامبوان ديال دي اكس ان ما فيش مواد كيماويه، ما فيش داك السلفات اللي كيطيح الشعر، ما فيش يعني خالي من الصوديوم، خالي من مجموعه ديال الامور اللي كتهلك الشعره وكتحيدها من البويصلات من الجدر ديالها. انت ملي غتجربي هذا الشامبوان وغتسيبيه مزيان شنو غديري؟ ديريكتومون الو صاحبتي راه شوفي راه فلانه راه واحد شامبوان عرفتي زوين راه وقف التساقط راه ما بقاش القشره عندي عرفتي راه زوين راه الدراري الكبار الصغار. شنو كدير لك الشركه؟ كتقول لك تعطيك واحد العموله على داك الاعلان اللي درتي لها ديال داك الشامبوان ديالها، لان كل منتج من المنتجات اللي موجوده معنا عليه نقاط، وهذيك النقاط هي اللي كتخليك انت كيتجمعوك في اخر ديال الشهر، وهما اللي عندك على كل منتج عنده واحد العموله ديالو وكتاخذيها في اخر ديال الشهر ديالك. اذا هضرتي على شامبوان، هضرتي على القهوه، هضرتي على عصير، هضرتي على كاكاو كيقول لك مهم للاطفال والشيوخ حتى الناس الكبار اللي عندهم الزهايمر يعني ما شاء الله رائع جدا، ومجموعه المكملات غادي نهضروا عليها كذلك. اذا الشركه كتعطيك واحد العموله على هاد المنتوجات اللي انتينا سواء استعملتيها، هي ما كتحكمش عليك، هي ما كتقولكش استعمليها انت، كتقول لك استعمليها انت او سوقيها للغير. لكن حنا ملي كنهضروا على واحد المنتج، انا ملي كنجرب مثلا هاد القهوه وصبتها مزيانه وساعدتني وجات معايا مع الجسم ديالي، بقيت يعني حرقات لي الدهون، صبت راسي بديت كنضعف ملي بديت كناكلها مثلا، صبت راسي عندي انها زادتني مثلا في واحد النشاط، مابقاش عندي ديك الخمول. ملي جربت مثلا زيت جانو مثلا الوجه الهالات السوداء صبتها مزيانه، جربت الدونتيفريس. ملي كنجرب هاد المنتجات كيكون عندي واحد الثقه، لان شركه دي اكس ان داكسين معناها الثقه، هي كتعتمد على الثقه من شخص لاخر. انا هاد النهار هضرت على هذا المنتج حيت جربته وغنقولها لصاحبتي، صاحبتي غتقولها لماماها، ماماها غتقولها لاختها، وهكذا حتى كيولي عندك فريق كيتسجل معاك، وهذاك الفريق كل المنتجات اللي هو كياخذ حتى هي تاتينا كتستافد منها. اللي زوين في هذه الشركه هو ان ماشي انا حيت سجلتك مثلا وانا سبونسر ديالك انا غندير رجل على رجل وانتم غادي تخدموا، ابدا. انا الا ما خدمتش والا ما سوقتش ما غاديش تنزل لي العموله ديالي، كيف ما الفريق ديالي الا ما خدمش وما سوقش المنتجات ما غاديش تنزل له العموله ديالو. العمل بسيط. اذا استهلك وتكلم، استهلك وتكلم. انت كتستهلكي منتجات كتستهلكيها من بعد واحد المده ديال 3 شهور 4 شهور 5 شهور على حسب الفريق ديالك كتولي العموله ديالك تنزل، كتقدري تاخذي منتجات ديالك فابور ما غاديش تخلصي عليهم حتى حاجه. علاش؟ لان عندك واحد العموله نزلات. ايوا شوفي شحال استهلكتي ديال المنتجات، عمر شي حاجه رجعات لك خديتيها فابور؟ ابدا. الا بقات لك غير 10 ريال كيسالها لك البيسري كتخصك تمشي وتعطيها له. دابا حاليا شركه دي اكس ان او مجال البيع المباشر هو مجال العالم اللي جاي.
جاي، هو الانفتاح اللي جاي. اللي ما عندوش موقع في الالكتروني في الانترنت في العالم اللي احنا عايشين فيه راه ما غاديش يسد بلاصتو وما غاديش يكون عنده واحد الدخل في الايام المقبله. حنا كنخدموا مازال غادي نعاود نزيدو ناكد ونعاود، الشركه ماشي عصا سحريه النهار الاول غتستعملي المنتجات غتبان النتيجه سواء من المكملات، او النهار الاول غادي تبداي فيها وغادي تحصلي على واحد الرقم عضويه غيدوز شهر تجي تقول لي انا ما نزلتليش العموله. فين هي العموله؟ غادي نعرفوا كيفاش في الفيديو الجاي ان شاء الله كيفاش غتنزل لنا العموله وشنو هي العموله وكيفاش غنحققوا او الشروط اللي عندها هذه الشركه باش تكون عندنا هذه العموله. لكن اهم شيء واهم من هذا الشيء كامل هو اننا نفهموا الخطه اللي جات بها هذه الشركه، ان هذه المنتجات اللي انت كتستعمليها كيف ما كان الحال راها صحيه ليك ولوليداتك، كتحافظي على صحتك وكتحافظي على صحه وليداتك، لان منتجات طبيعيه ما فيها لا مواد حافظه ولا مواد كيماويه مصنوعه. وحاليا بشرى جديده يعني غنقدموها ان المصانع حاليا راها في المغرب غادي تبنى، لان الاقبال على هذه المنتجات متزايد والطلب عليه، الناس كلها كترجع للطبيعه وكتقلب على الحاجه اللي بيو. وان شاء الله بحول الله غادي توفروا لنا المنتجات